السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كيف ما كتلاحظوا اليوم عندنا الوصفة ديال طماطم بودرة أو طماطم جافة، تقدروا تخليوها هكا كطريفات. أنا عطيت عندي الوصفة ديالها، تقدروا ديروها مع الزيت والزعتر وآزير، تتخليهم في زويته هكا كيف ما عادي، او تخليهم غير هكا ناشفين، او تطحنوهم تخليهم بودره. المهم كيف ما كتلاحظوا هنا الوالده ديالي هي اللي كتصوب هذه الوصفه، هذه هي مولات الوصفه، انا غير صورت لكم. المهم كتاخذوا مطيشه اللي كتكون على هذا الشكل هذا، اللي كتكون طويله، ديك الروميه، حنا كنقولوا لها الروميه، نتوما اللي كتقولوا شي سميه ما نعرف. المهم الروميه نقطعوها بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا هنايا. كناخذوا الجناب بوحدهم ونحيدوا لهم الزريعه كيف ما كتلاحظوا. وبالنسبه للقلب ديالها، هذيك الوسطاني ديالها، ما نخليوش هكاك، ما غاديش نلوحوه، ما نخليوش هكاك، غادي نشدوه، غادي نقطعوه رقيق، ناخذوه على الطول. استسمح. وصافي ونحاولوا نقطروهم داك الزريعه والماء، وحتى كنكملوا داك الطماطم اللي عندنا كامله. كنحاولوا نستفوها في واحد اللاطه اللي تكون ماشي ديال القصدير، ولا نحاولوا نستفوهم شي حاجه اللي تكون البلاستيك او خشب من الاحسن. كيف ما كتلاحظوا هنايا كنقطروا مزيان هذيك باش ما تاخذنيش الوقت بزاف، نخليوها حتى كتقطر مزيان، عاد نديروها في واحد لاطه ولا شي. المهم اي حاجه اللي تجينا ليها، غير مهم تكون ناشفه، غير ما تكون شي حاجه اللي غتصدي. من الاحسن بلاستيك هكا، ولا كوارطينه تكون هكا نقيه كتخدمي فيها هكاك. انا كنخدم هذوك الكرتونات ديال التمر، كنفتحهم مزيان كنخليهم كنشف فيهم. كيف ما كتلاحظوا هنايا في اليوم الاول ما كنديروا لها والو، ولكن في اليوم الثاني ملي كنشوفوها هنا راني نشفتها فاش كان داك الحال سخون. دابا شويه الحال برد. وكان ملي كتنشف داك النهار الاول، عاد النهار الثاني كنحاول نرش عليها شويه ديال الملحه صافي، وكنخليها حتى كتنشف على خطرها، حتى كتنشف. من الاحسن الا كنتو كديروها في السطح، في الليل حيدوها من السطح، وفي الصباح ردوها. في الليل حيدوها، في الصباح ردوها، باش ما بحال اللي تنداش، زي ما كترجع تفزك. هذا اليوم الثالث ولا الرابع غادي يكون. شوفوا ما شاء الله كيفاش كترجع حتى اللون ديالها زوين. هنا كنوريكم بان ممكن حتى القشور، بحال دابا درتو شلاضه، طيبتو قشرتو المطيشه، ما تلوحوش القشور ديالها، خليوهم ونشفوهم حتى هما، راه كيعطيو واحد اللون زوين في هذا، في الطماطم. وهذه هي النتيجه. كنتمنى تعجبكم الوصفه، وتجربوها حتى نتوما وتصدق معاكم، وربي يحفظكم ليا. الله يجازيكم بخير. شكرا على التتبع.